ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نداءنا إلى أهل المحسنين والمتبرعين وأهل الصدقة. نحن في جمعية دار التواصل الخيرية، وهنا نربي أولاد اليتيم، وهذه الجمعية تتكون بناءها من 7 قاعات أو من 7 طبقات. 3 من الطبقات مسكن الأيتام، وأما الآخر 1 مسجد الأيتام، والآخر قسم الإدارة، وكذلك قاعة في مدرسة الأيتام، وقاعة صالة الطعام ومطبخ الطعام. أيها الإخوة الكرام وأهل المحسنين، نحن ما ننتظر إلا الله سبحانه وتعالى، ثم لأهل المحسنين والمتبرعين. وهؤلاء الأيتام نأخذ طعامهم من هنا وهناك. حتى الآن ما عندنا جمعية تساعدنا لهؤلاء الأيتام. وهنا مسكن الأيتام. الأيتام ينامون في فراش ضعيفة، يحتاجون إلى فراش جديدة. كل من يقدر أن يساعدنا إلى إخواننا طلب منا: ساعدوا لنا أن تتغيروا بهذا الفراش التي ينامون الأيتام. وكذلك مسجد الأيتام ينامون يصلون على الأرض، والمسجد يحتاج إلى ترميم كبير، منها المسجد ما في بلاط، وسقف المسجد يعني سقفه تعبان جدا. إذا جاء المطر يدخل على المسجد فورا مباشر على طول، يعني يحتاج هذا السقف يعني إلى تغيير. وكذلك ما عندنا مكبرات الصوت، يعني حين يؤذن الصلاة والإقامة يعني نؤذن بالصوت فقط، يعني ما عندنا مكبرات الصوت. وكذلك ما في بلاط
أو ما في فراش جديد. كذلك المسجد ما في كتب، حتى 10 يعني كتب ما في المسجد. أهل المحسنين ساعدوا لنا لهذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة. وكذلك الأيتام ما عندهم كفالة، الموظفون يعملون مجانا حقا، يعني معلمي التحفيظ القرآن ومعلمي مدرسة النظامي يعملون مجانا، لأن ما عندنا فلوس يعني نعطي يعني الموظفون. نطلب أن تساعدوا لنا براتبهم، جزاكم الله خيرا. وكذلك المدرسة الأساتذة يعملون مجانا، ما عندهم راتب، يعني يشتغلون شهرين، يعني ما عندهم راتب حقهم، لأننا ما نقدر. لكن وضحنا لهم إن شاء الله إذا جاء أو إذا حصلنا الفلوس إن شاء الله نعطي لهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا بهذا العمل الخيري، وإن شاء الله. والآن نحول الفيديو إلى صالة الطعام، لأن الأيتام يأكلون على الأرض، ما عندهم يعني كرسي ولا طاولة، ما عندهم كرسي ولا طاولة، يعني يأكلون الغداء والفطور والعشاء على الأرض. إن شاء الله تعالى في المستقبل نرجو أن نبدل يعني مكان طعامهم. إخوتي الكرام، وكذلك الأيتام ما عندهم غرفة دواء، يعني نشيل دواءهم يعني من هنا وهناك، يعني نحتاج غرفة يعني الدواء وآلة فحص الدم. والأيتام عندهم يعني قطعة أرض، يعني ما عندهم ملعب وما عندهم مكان، يعني الأولاد يعني يعملون أو يلعبون الكرة، لكن الجمعية بناءها يعني أرض مساحتها 15 في 40، وإن شاء الله تعالى في المستقبل نرجو هناك أن نبني يعني مكان يلعبون ومكان نسوي يعني مدرسة. أيها الإخوة الكرام، نحن شباب لا نقدر أي خدمة يعني هؤلاء الأيتام. حقا نحن نعمل مجانا. نسأل الله تعالى أن يعيننا بهذا العمل الخيري. ثم أهل المحسنين وأهل الكرم وأهل الصدقة وأهل المتبرعين، قفوا من
مجلسكم، مدوا لنا بأيديكم، مدوا لنا بأيديكم، مدوا لنا بأيديكم. الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كفاعله. مدوا لنا بأيديكم أهل المحسنين وأهل المتبرعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عظمة الإسلام أنه حتى الأطفال راعى مشاعرهم، ونحن لا نراعي مشاعر أحد. من عظمة الإسلام حتى مشاعر الأطفال. الله عز وجل يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. يقول لنبيه: تصور لما تقهر يتيم، مات أبوه وفقد أمه، تصور أنت إلى من سيلجأ، إلى من سيبكي، عند أحضان من سيرتمي، إلى من سيبث شكواه، من هذا الذي سيسمعه، من هذا الذي سيعبر له عن ضعفه وأن فلان قهره، من؟ فنهاك الله أن تكسر قلب يتيم، لأنه لا مأوى ولا ملجأ له من قهرك أحد إلا الله. فالله عز وجل يقول: لا، اليتيم لا تقهر، آوه بالتي أحسن أبدا. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنه لما سئلت كان في مجلسها قالوا: كيف نؤدب اليتيم؟ انظر إلى الصحابيات لما كانوا يكفلن اليتامى قالوا لعائشة: كيف نؤدب اليتيم؟ يعني إذا اليتيم أخطأ كيف نؤدبه؟